وقول الحق ولو على رقبتك. ما تخافش من اي حد، ما تطيش لاي حد، ما تخافش غير من اللي خلقك، وما تطيش غير للي خلقك. الخير وصباح الفل على عيون احلى متابعين ام محمد. بكلمكم يا حبايبي وانا على السطوح، على سطوحي اللي بزرع فيه زارع زي ما انتوا عارفين. دي شجرة طماطم طالعة في حوض صغير، هي طالعة رباني كده من عند ربنا، وبسم الله ما شاء الله. شوفوا الزهور بتاعتها، وشوفوا بدأت تجيب ثمار، هي ثمرة صغيرة لها هيت. والخير ان زرعناه بايدينا هنحصده. وده حوض يا حبايبي فيه خس وفيه كرات بشوش، وفيه هنا برضو حوض زرع فيه سبانخ لسه صغيره هيت زي ما انتم شايفين اهي. وده فول حراتي بدأ ينور ويطلع ثمار صغيره اهي برضو. ريفية مش بس في الموضوع الثقافية او التمثيل والكوميديا، ريفية في كل حاجة. ده بقدونس، ده بقدونس صغير، ودي كزبرة، وده شبت، وده فول برضو يا حبايبي اهو حراتي، وده قرن منه اهو ثمار برضو، وفيه نوار كتير اهوت ومزهر اهوت. وده يعني نتيجة الاهتمام وحب الزراعة. زي ما انتم شايفين احواض زراعية على السطوح، والف صباح كله هنا وافراح على عيون حبايبي حبايب ام محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ازيكم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا؟ يا رب ابعد الوباء والبلاء عن أمتنا العربية والإسلامية وعن مصرنا الجميلة يا رب العالمين. يا رب اشفي كل مريض، وفك ضيقة كل متضايق، وفك كرب كل مكروب. هتتكلمي النهاردة عن ايه يا أم محمد؟ أنا هتكلم عن مواضيع عديدة، بس قبل ما ادخل في اي موضوع اقول لكم يا حبايبي يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل اشعاراتي. لان انا من فتره ما بعملش فيديوهات يوميه بسبب انشغالي بحمل مرات ابني وكده. ربنا يرزق كل محتاج يا رب بالذريه الصالحه. اول ما هتكلم عن فيديو جميل جدا شفته للشطوره اللهلوبه حلمية. شفت حلمية واخدة طارق واخدة الحاج دسوقي ورايحين يتفرجوا على السيراميك علشان يشوفوا الأسعار ويشوفوا الأذواق، وشوفوا من كتر حبها فيكم واحترامها لكم ولشخصيتكم، يعني ناهيكم عن ان هي ما بتبطلش دعاء عليكم لان هي بتحبكم من قلبها. هي كمان يعني راحت ومش هتختار حاجة الا من اللي انت تقولوا عليها في التعليقات. راحت اتفرجت في المعرض وقالت يا حبايبي انا هخلص، بعد ما اخلص الفيديو تكتبوا لي في التعليقات على الالوان وعلى الاذواق اللي انتوا تتفقوا عليها وايه، وهي على الاساس ده هتختار. حلمية عايزة تشارككم في كل امور حياتها. حلمية دايما عندها عرفان بالجميل لكم، ودايما بتحب كل متابعينها، وبتحب ترضي كل الاطراف، وبتحب يعني ما تدخلش نفسها في مشكلة عشان ما فيش حد يزعل منها. حلمية البساطة، حلمية الرقي. وشوفوا الحاج دسوقي مبسوط، وقد ايه هو انسان على الفطرة هو كمان، بس يعني فطرة بطيبة، مش بتمثيل ولا بضحكة صفرة، لا، إنسان طيب وعلى خلق وكل كلمة طيبة بيقولها من قلبه. ربنا يبارك لكم في رزقكم ويكبر قناتكم أكتر وأكتر، ويوفر لكم الرزق الوفير، ويحبب فيكم الناس ويحبب فيكم خلقه، على زي ما يعني دايما بندعي بالدعوات الحلوة لحبايبنا، لانكم انتوا تستحقوا كل خير. يكفي انك يا حلمية دايما يعني بتحسسينا بالطاقة الإيجابية، وما بتصدرلناش الطاقة السلبية مهما كنتي ومهما بقيتي، عمرك ما بتصدرلنا الطاقة السلبية. فليكي كل تحية وكل احترام، واحنا وراكي وفي ظهرك. زي ما بيتقال ان هي ان بعض الناس محتواهم قناة ناس معينة، انت كمان يا حلمية احنا هنبقى في ظهرك ومعاكي
في الحق ان شاء الله، لانك احنا عارفين انت دايما دايما بتدوري على كلمة الحق، ودايما ما بتحبيش تظلمي حد، ودايما عايزة تمشي في حالك، ودايما بتسعي لرزقك فقط، ودايما في تجدد. والموسيقى الموسيقى في اثناء عرض السيراميك في التلت الاخير من الفيديو عجباني بصراحة، ومونتاج جميل. وربنا يصلح حالك يا محمد اللي انت بتعمل مونتاج لحلمية، وشاطر يا طارق، تصويرك جميل، وربنا يصلح حالك ويكتر من امثالك على رأي اللي بيقولوها. وربنا يشفيكي يا نرمين، ويقومك بألف سلامة يا حبيبتي، ويتم نفاسك ويتم حملك على خير، وتولدي بألف سلامة يا رب، وربنا يسعدك ويبارك في مولودك اللي هترزقي بيه إن شاء الله. تاني قناة هنتكلم عنها سمسمة العمدة. سمسمة العمدة طبعا غنية عن التعريف، غنية عن التعريف بكل المقاييس. هي إنسانة محترمة جدا، وهي مثل مشرف للست المصرية الأصيلة الريفية، اللي دايما يعني بتحب الخير للغير على رأي اللي بيقولوه. مبسوطة قوي وبتضحك وفرحانة انها بتستقبل السنة الجديدة، وان ياسمينة معاهم ومنورة حياتهم. ربنا يديكي على قد نيتك يا سمسمة، وربنا يرزقك بالخير اكتر واكتر، ودايما يا رب تعيشي في عز وخير، لانك انت تستحقيه، انت وكل اهل بيتك. انت ست محترمة وبنت ست محترمة، ورغم صغر سنك احنا بنستفاد منك في حاجات كتيرة جدا جدا. وحتى لما بتتكلمي عن العادات والتقاليد والدين والحاجات الدينية، احنا بنحس انك انت يعني لنا، رغم ان انت تعتبري زي بناتنا، لانك انت بتقولي كلام كويس في الصميم ويمس القلب. ربنا يصلح حالك وحال زوجك وحال اولادك يا رب العالمين، ويرزقك بالرزق الخير اللي كله خير، والرزق الوفير، لانك انت مثل مشرف للقناة الريفية الجميلة. موحة ياسر ما يختلفش عليها اتنين، ولا على محتواها يختلف اي حد، لان فعلا محتواها جميل جدا جدا جدا، وبتدينا طاقة ايجابية. انا عن نفسي عملت جبنتي بعد ما شفت الفيديو بتاعها اللي عملت فيه الجبنة والسمنة والزبدة، وعملت فيه ميزانية، وقالت المكسب منه ايه. انا عملت ووفرت من مكسب العمايل ديت جبنتي، جبنة بلاصية انطار كبير عملته. والبركة في كلامك يا موحة، شجعتيني وادتني طاقة ايجابية، بقيت اشتري اللبن وارقده واعمل منه سمنة، وعملية البلاصي الجبنة بتاعي انطار كبير، وعملت جردل كمان. وكل ده من مكسب اللبن اللي انا عملته. انت انسانة مشرفة، وانت طاقة ايجابية، وربنا يقومك بألف سلام. وعلى فكرة المشكلة اللي انت تعبت فيها ديت، انا كمان تعبت برضو لما كنت حامل في توأم. انا كنت حامل في توأم اول ما خلفت، كنت طبعا اصغر منك في السن. اول ما اتجوزت حملت في توأم، وكنت تعرضت للمشكلة التعب ده، ورحت للدكتورة. بس للأسف يعني طبعا من حوالي 25 سنة أو 24 سنة ما كانش الطب برضو يعني فيه تقدم زي دلوقتي. فأنا ولدت توأمي في أول الثامن، يعني يعتبر ولاد 7 شهور. والحمد لله اللي ساعد في ان هما ما يدخلوش حضانات، الحمد لله كان الولد 2 كيلو 2 كيلو وربع، والبنت 2 كيلو الا ربع. والحمد لله كانت اوزانهم حلوه، وشربوا لبن على طول. والحمد لله الحمد لله هم في صحه وسلامه دلوقتي، وربنا يقومك بألف سلامة. ما تقلقيش، هتبقي كويسة وبخير إن شاء الله. بس حاولي ما تجهديش نفسك، لأن طبعا الأوردرات دي يا حبيبتي بإجهاد عليكي. وبعد الولادة إن شاء الله وتقومي بالسلامة كده، تعملي كل اللي انت تقدري عليه. ربنا يرزقك، وربنا يديك الصحة، ويقومك بألف سلامة لولادك ولجوزك يا حبيبتي، ولكل متابعينك الحلوين اللي بيحبوك. ربنا يقومك بالسلامة يا موحة يا رب. هنتكلم دلوقتي على مين؟ على غدغودة اللي طلعت يعني بعد مشكلة أخوها والحادثة اللي حصلت له، وابنها لما اتعور، وأخوه يعني زقهم وتخيط 7 غرز. الفيديو العار والفضيحة العار
اللي عملتها في الفيديو بضربها لابنها وتعديها عليه الضرب الصعب ده، وبعد كده حذفت الفيديو، وبعد كده طلعت عملت بس وقالت انتوا مش هتعلموني اربي ولادي ازاي. انت لا تستحقي انك تكوني ام، لا تستحق تكوني ام. انا بستغرب ازاي اباء الاطفال دول سايبين ولادهم فريسه لك، وفريسه لاغلاطك، وفريسه لعجرفتك، وفريسه للظلم. ابنك بالذات اللي انت ضربتيه ده، انت ظالمه ليه ظلم بين. صحيح الام اكتر حد بيحب اولاده، بس انت للاسف الشديد انت معميه عن ولادك خالص. وثبتت الايام ان كلام ام شهد صح. ام شهد ست محترمه، وانا عارفه من الاول ان كل كلمه قالتها عنك صح، لان على المستوى الشخصي انا بحترم ام شهد، وعارفه ان ام شهد عمرها ما تكذب ولا في كلمه واحده. فنداء لآباء الأطفال دول، انتوا سايبين ولادكم ليه في ايد ست زي ديت؟ الست ديت ما تنفعش تكون مربية ابدا لطفل ولا لاتنين ولا لتلاتة. هي دي بس عايزة تمشي ورا زوجها فقط، انما ولادها رمياهم وركناهم. طفل صغير لا يتعدى العمر 7 سنين تخليه هو اللي يقعد بولادك لما تكون باخواته، لما تكوني انت في مشوار او رايحه مع زوجك السوري تاكلوا في المطعم ده او تلفوا هنا او تلفوا هنا. الولاد كلهم يبقوا في رعايه طفل، يعني طفل عايز رعايه هو اللي يرعى ولادك. انت انسانه مين؟ انت ما تستحقش تكوني انسانه حقيقي بجد والله، ما تستحق تكوني انسانه ولا تكوني ام لما تبقي بالطريقه دي تتعاملي مع ابنك وتضربيه الضرب ده، وكمان بتتنقوري على المتابعين وتقول لهم انتوا مش هتعرفوني ان اربي ولادي ازاي. انت فعلا عايزه اعاده تاهيل وتربيه، انت ما تنفعيش تربي اولاد ابدا. نداء لكل اباء الولاد دول، ان كنتم اباء فعلا محترمين ويهمكم مصلحه ولادكم، سايبين ولادكم مع الست المجنونه دي ليه؟ القانون اصلا معاكم، هي ملهاش ام، وامها الله يرحمها يعني لا تقدر ترفع ضم حضانه لامها بعد هي ما اتجوزت ولا حاجه، وحضانتها سقطت عنها لان هي اتجوزت. فبالتالي ولادكم ممكن يرجعوا لكم بالقانون وبطريقه سهله جدا. فلو كنتم اباء صح انشلوا ولادكم من الضياع. الست دي ست مش مظبوطه خلقيا من ناحيه تربيه اللي تنفع لتربيه الاولاد، هي نست الولاد بعد جوازتها التالتة دي. واللي وصل معايا في الفيديو لغايه كده يا ريت ما ينسانيش في اللايك والاشتراك بتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل اشعاراتي. دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.